وحوش الفئة المتوسطة وأهم موبايلين لبوكو السنة دي، بوكو F4 وإكس 4 جي تي. الفيديو ده هيساعدك تشتري مين فيهم، و6 نقط هتحسم لك المقارنة ما بينهم. سعر بوكو F4 حاليا في الإمارات حوالي $350 لأعلى نسخة، وسعر بوكو إكس 4 جي تي حوالي $320 لنفس النسخة. عايزك تركز معايا لآخر الفيديو وانزل اعمل لايك، ولو أول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل الجرس. هنبدأ بأول نقطة في المقارنة وهي التصميم. بوكو F4 جايب واجهة أمامية مثالية في السعر ده، حواف قليلة من كل الجهات وحافة سفلية بحجم كويس جدا، مع نوتش بانش هول في منتصف الشاشة بحجم صغير. أما واجهة إكس 4 جي تي فبتيجي بحافة سفلية أكبر شوية، والنوتش كمان أكبر من نوتش F4، بالتالي واجهة F4 أفضل طبعا من حيث التصميم. نيجي بقى لتصميم الظهر. إكس 4 جي تي جايب ظهر بلاستيك وده طبيعي في السعر ده، مع تصميم كويس وانعكاسات حلوة مع الضوء بالنسبة اللون اللي معانا. ولكن اللي بيميز ظهر بوكو F4 انه جاي من الزجاج، وتصميم الظهر هنا سمارت اكتر لانه بيجي بحواف حاده مش منحنيه، مع فريم كاميرات بشكل جديد. بالنسبه لسمك الموبايل اكس 4 جاي بسمك كبير حوالي 9 مللي بسبب طبعا حجم البطاريه، على عكس F4 اللي جاي بسمك قليل 7.7 مللي. وبالنسبه للوزن فالموبايلين وزنهم متقارب جدا، والفرق بينهم 5 جرام فقط. فمن خلال المقارنه في النقطه دي واضح ان اكس 4 جي تي جاي بتصميم عادي ومناسب للسعر ده، ولكن اللي جاي بتصميم أعلى من سعره هو بوكو F4 لأنه بيتفوق من حيث الشكل وخامة التصنيع. ندخل على تاني نقطة في المقارنة وهي الشاشة. الشاشتين هنا جامدين كمواصفات وبيجوا بنفس الحجم تقريبا، ولكن في واحدة فيهم هتكون أنسب بالنسبة لك كمستخدم. شاشة إكس 4 جي تي بتيجي من نوع IPS ودقة فول HD، ولكنها جاية بأعلى تردد موجود دلوقتي 144 هرتز. أما شاشة F4 فجاية من نوع أموليد وبدقة فول HD برضه، مع تردد ممتاز في السعر ده 120 هرتز. من حيث تجربة المشاهدة أكيد الشاشة الأموليد هتكون أفضل في تشبع الألوان، يعني لو أنت من محبي مشاهدة الفيديوهات فشاشة F4 هتكون مناسبة ليك أكتر. مش معنى كلامي إن شاشة X4 وحشة، لا، هي من أفضل الشاشات IPS اللي ممكن تجربها، ولكن برضو مش أفضل من شاشة بوكو F4 بالنسبة للألوان. ده رقم واحد. رقم 2 بالنسبة للإضاءة. شاشة F4 إضاءتها أعلى بفرق واضح من شاشة X4. سيبك من الأرقام والنتس بتاع الإضاءة، من خلال التجربة الفعلية أقدر أقول لك إن 40% من إضاءة شاشة F4 تساوي تقريبا 60% من إضاءة شاشة X4. طيب إيه الموضوع بالنسبة للتردد؟ طبعا تردد شاشة X4 أعلى بفرق بسيط، ولكن السؤال هل أنت كمستخدم عادي بتتصفح واجهة الموبايل وبتفتح مواقع التواصل هتحس بالفرق ده في التردد؟ الإجابة هي لا، مش هتحس. أكيد في فرق بينهم، ولكن عينك مش هتقدر توصل للفرق ده، وهتحس إنهم نفس النعومة والسلاسة في الانتقال ما بين المشاهد. اللي هيفرق معاهم إن التردد يكون أعلى هم الجيمرز أو محب الألعاب، واللي بيركزوا في حاجة زي التردد لأنه بيفرق في سرعة استجابة الشاشة للمسة إيدك. لكن أنت كمستخدم عادي او واحد بيلعب جيمز بشكل بسيط مش هيفرق معاك. الحاجه الاخيره ان شاشه بوكو F4 بتحتوي على خاصيه الاولويز اون ديسبلاي لانها طبعا شاشه اموليد، ولكن شاشه X4 ما فيهاش الخاصيه دي. فمن خلال المقارنه واضح ان شاشه F4 هتكون افضل ومناسبه اكتر لمعظم المستخدمين، وشاشه X4 هتكون مناسبه اكتر لفئه معينه وهم محبي الالعاب. ندخل على نقطة مهمة في المقارنة وهي المعالج وتجربة الأداء. الموبايلين بيجوا باتنين من أقوى المعالجات، ونفس المعالجات دي بتركب في موبايلات بحوالي ضعف الثمن. بوكو F4 جاي بمعالج سناب دراجون 870 مع رامات من نوع سريع DDR5 وذاكرة داخلية UFS 3.1. بوكو X4 جي تي جاي بمعالج دايمنستي 8100 مع رامات وذاكرة داخلية من نفس النوع. الأرقام اللي بيديها لك الموبايلين على تطبيق أنتوتو مش هتاخد زيها بالسعر ده، ولكن في فرق بسيط في التقييم العام لصالح X4 جي تي، وده بسبب جزئية الجي بي يو الخاصة بالألعاب واللي هنتكلم عنها دلوقتي. ولكن كتجربة أداء يومي في التصفح وفتح وقفل التطبيقات فأنت هتاخد تجربة ممتازة. الأداء في الموبايلين سريع، وواجهة بوكو هنا مستقرة وما قبلتش فيها عيوب تخليك تتضايق منها. ولكن أنصحك طبعا أيا كان هتجيب أي موبايل فيهم بالنسخة 8 جيجا رام علشان تاخد أفضل أداء ممكن. نيجي بقى لتجربة الجيمز واللي هيظهر فيها فرق ما بينهم. مش فرق في أداء اللعبة، لأن الموبايل
الموبايلين بيشغلوا الالعاب بشكل ممتاز، ولكن فرق بسيط في اعدادات الجرافيك ومش في كل الالعاب كمان. يعني مثلا كول اوف ديوتي شغاله في الموبايلين على نفس الاعدادات فيري هاي جرافيك ماكس فريم ريت، لكن الفرق هنا في لعبه ببجي. باختصار X4 GT بيقدر يشغل ببجي على 90 فريم لو نزلت على اقل اعدادات جرافيك، لكن بوكو F4 اخره في اللعبه اكستريم فريم ريت او تحديدا 60 فريم. برضه دي حاجه مش هتهمك قوي الا لو كنت اسف في الكلمه من مجانين لعبه ببجي، لكن لو كنت بتلعب عادي زي اي حد مش هتفرق معاك الجزئيه دي. وعلشان كده تم تسميه الموبايل بحروف GT اختصارا لكلمه جيم تيربو، وده بيبين بوضوح ان الموبايل موجه بشكل رئيسي لمحب الالعاب. اخر حاجه في جزئيه الاداء هي البصمه، ودي مش هنطول فيها لان باختصار الموبايلين بيجوا ببصمه جانبيه واداء البصمه سريع وممتاز جدا. طيب يبقى من خلال المقارنه في الجزئيه دي فانت هتاخد اداء جامد سواء اشتريت الموبايل ده او الموبايل ده، لكن لو كنت من مدمني الالعاب X4 GT هيكون افضل بالنسبه لك. نيجي للنقطة الرابعة في المقارنة ما بين الموبايلين وهي البطارية وزمن الشحن. بس قبل ما نبدأ فيها ما ينفعش تكون وصلت معايا لحد هنا ولسه ما عملتش لايك للفيديو ولا اشتركت في القناة. هنبدأ بالبطارية. أول حاجة حجم بطارية بوكو F4 4500 ملي أمبير، أما حجمها في X4 5080 ملي أمبير. بشكل عام الموبايلين كويسين في معدل استهلاك البطارية، لكن X4 بيتفوق أكتر شوية. بوكو F4 باستخدام متوسط وعلى تردد شاشة عالي عمل حوالي 7 ساعات شاشة مفتوحة، أما X4 باستخدام أتقل شوية لعب جيمز وتصوير وعلى تردد شاشة عالي برضو عمل نفس الرقم 7 ساعات شاشة مفتوحة. يعني باستخدام متوسط هيديك من 8 ل 9 ساعات شاشة مفتوحة، وده رقم كويس جدا. نيجي بقى لزمن الشحن. الموبايلين بيجوا بنفس قدرة الشحن 67 واط، والشاحن جاي مع كل موبايل في العلبة. بوكو F4 بيشحن من 0 لحد 100% في وقت ممتاز حوالي 40 دقيقة، ولكن الإكس 4 بيزيد شوية بسبب فرق حجم البطارية طبعا، وبياخد حوالي 50 دقيقة، وده رقم كويس جدا برضو في السعر ده. فمن حيث البطارية وزمن الشحن إكس 4 أفضل شوية كاستهلاك بطارية، وإف 4 أفضل شوية كزمن شحن. فالنقطة دي مش هتفرق معاك قوي في الاختيار ما بينهم، لكن النقطة اللي جاية واللي بعدها فيها فروق مهمة ما بين الموبايلين. والنقطة الخامسة هنا هي التجربة الصوتية. هنبدأ أول حاجة بالسبيكر. الموبايلين بيجوا بسبيكر ستيريو، الصوت بيطلع من السماعة السفلية وسماعة المكالمات في نفس الوقت. بشكل عام السبيكرات هنا كويسة جدا، والموبايلين بيدعموا خاصية الدولبي أتموس وشغالة مع السبيكر، ولكن سبيكر بوكو F4 بيتفوق بدرجة واحدة من حيث جودة وعلو الصوت، وتحس إن الصوت فيه أقرب للموبايلات الرائدة أو الفلاج شيب. ولكن من ناحية تانية لو كنت بتدور على مخرج سماعة 3.5 مللي مش هتلاقيه موجود في بوكو F4، وهتعتمد على إنك تشغل الهاند فري عن طريق مخرج التايب سي، وفي كونفرتر جاي مع الموبايل علشان يقلب من تايب سي ل 3.5 مللي، والصوت اللي طالع من الهاند فري بيبقى قوي جدا بعكس X4 GT اللي بيجي فيه مخرج سماعة 3.5 مللي. فمن حيث التجربة الصوتية كل موبايل بيتفوق في حاجة. F4 جاي بسبيكر صوته أفضل، وX4 جاي بمخرج سماعة 3.5 مللي. وصلنا للنقطة السادسة في المقارنة واللي فيها فروق مهمة جدا ما بين الموبايلين، وهي الكاميرات. وخليك معايا علشان في فرق مهم في الصور الثابتة وفرق مهم جدا في تصوير الفيديو. الموبايلين بيجوا بثلاث كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية بتيجي بنفس الدقة 64 ميجا بكسل. بالنسبة للتفاصيل مش هتلاقي فرق تقريبا، لكن الفرق هتلاقيه شوية في معالجة الألوان. مش قصدي إن في كاميرا أفضل من التانية، لكن كل كاميرا ليها طريقة في الألوان، أو كل معالج بمعنى أصح. في بوكو F4 هتلاقي الصورة مايلة للون الأصفر واللون مشبع بزيادة شوية. في X4 GT هتلاقي اللون هادي أو مايل أكتر للون الأزرق، فالاختيار ليك. ولكن في خاصية في الموبايلين وهي AI لما بتفعلها بتزود تشبع الألوان بشكل ملحوظ. تعامل الكاميرتين مع الإضاءات العالية في الخلفية تعامل كويس جدا مع تفعيل خاصية HDR، وخاصية العزل شغالة بشكل كويس جدا في الموبايلين وبتحدد الأطراف بدقة عالية. ولكن اللي هتلاقيه في فرق بسيط لصالح F4 هو التصوير في إضاءة ضعيفة، واللي مع تفعيل الوضع الليلي بيدي نتيجة أفضل بشكل عام في إضاءة وجودة الصورة. أما الكاميرا التانية في الموبايلين فهي كاميرا عريضة أو وايد أنجل وبتيجي بنفس الدقة 8 ميجا بكسل. مفيش فرق كبير في معالجة وتشبع الألوان ما بينهم، ولكن في فرق واضح في كمية الضوء داخل كل صورة. كاميرا F4 الضوء فيها أكتر وتحسها منورة زيادة، ولكن برضو مش ده اللي هيفرق معاك قوي. اللي هيفرق معاك بجد هي كاميرا السيلفي. دقتها في بوكو F4 20 ميجا بكسل وفي X4 16 ميجا بكسل. سيبك من الأرقام، مش دي الفكرة. معالجة الصورة في كاميرا F4 أفضل
بمراحل. الصورة في X4 بهتانة وألوانها وحشة جدا، وكاميرا السيلفي كانت من العيوب اللي قلناها في فيديو X4 GT، وده هيبان معاك أكتر لو بتصور في إضاءة ضعيفة. هتلاقي كاميرا X4 صورها مليانة نويز أو منغبشة، وهتلاقي الصورة في كاميرا F4 أفضل، فبالتالي كصور ثابتة بشكل عام بوكو F4 أفضل طبعا، خصوصا كاميرا السيلفي. نيجي بقى لتصوير الفيديو واللي فيه فرق مهم جدا. الموبايلين بيصوروا بنفس الدقة، 4K للكاميرا الخلفية وفول HD للكاميرا الأمامية، لكن الحاجة المهمة في تصوير الفيديو إن كاميرا بوكو F4 بتدعم وجود مثبت بصري، ومش بتعتمد فقط على التثبيت الإلكتروني، ودي حاجة قوية طبعا في السعر ده، بعكس X4 GT اللي بيعتمد على التثبيت الإلكتروني واللي شغال لحد دقة الفول HD فقط. ده غير شوية مميزات زيادة هتلاقيها في بوكو F4 زي التصوير بالكاميرا الأمامية والكاميرا الخلفية في نفس الوقت. يبقى كده بوكو F4 بيتفوق كمان في تصوير الفيديو. دول كانوا أهم نقط في المقارنة ما بين وحوش الأداء في الفئة المتوسطة، بوكو F4 وبوكو X4 GT. ولو عايز تعرف كل جديد في عالم الموبايلات تابعني على فيسبوك أو انستجرام، وهتلاقي الروابط كلها تحت الفيديو. مستني تعليقاتكم وأسئلتكم في الكومنتات. أشوفكم إن شاء الله الفيديو الجاي. سلام عليكم.